نسرينا أزل بخملي شقة شيرينا وكشابي تهله من قتنا الدينا أزل بخملي شقة. طيب، أسعد الله مساءكم جميع الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. حلقة هامة للغاية راح نتحدث فيها عن الأوضاع الحالية تقريبا، وراح نعود في التاريخ شوي لحتى نفهم شو اللي بيصير على الأرض السورية، لحتى تفهموا شو اللي بيصير وشو هي المخططات اللي قائمة على الأرض السورية ولأين بدها تنطلق أيضا، لحتى أعطيكم اللبنة الأساسية في التفكير المنطقي للأحداث اللي عم بتصير. طبعا بدنا نرجع للعام 1979 حصرا، وتحدثت عنه كتير السنة اللي فاتت، لكن بدي أضيف إضافات دائما على هذا الموضوع. فالناس بدها تفكر أنه الموضوع مكرر. هو الموضوع غير مكرر، لا أبدا. الموضوع عبارة عن أني راح أعيد ذات الموضوع ولكن بإضافات أكثر. طبعا تحدثنا عن أفغانستان وقتها ب79، وكيف حصل انقلاب على الملكية واستلم الشيوعيون الحكم في أفغانستان، وأصبحت أفغانستان تقريبا موالية للاتحاد السوفيتي أبان الحرب الباردة. طبعا ظهرت الحركات الإسلامية، كانت بسيطة بشكل كبير في أفغانستان وقتها، وقامت الدول الغربية بدعم تلك الحركات الإسلامية الموجودة في أفغانستان. فنمت تلك الحركات بشكل كبير جدا، وتم دعمها أيضا من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وتم مدها أيضا بالأسلحة النوعية، وخصوصا صواريخ سام 7 اللي أفتكت بالطائرات السوفيتية وقتها، وخرج الاتحاد السوفيتي مكسور من أفغانستان. طبعا أفغانستان كدولة بريطانيا أيضا لم تستطيع قبلها أن تسيطر عليه. يعني كل الدول الاستعمارية اللي حاولت تسيطر على أفغانستان ما كانت تقدر تسيطر على أفغانستان بسبب القبلية اللي موجودة فيها. يعني قبلهم كانوا البريطانيين، بعدين اجوا السوفييت وانكسروا السوفييت ودخلوا الامريكان، واضطروا الامريكان ايضا باتفاقيات طبعا بالانسحاب من افغانستان. فنمت الحركات الاسلاميه كلياتها في افغانستان. طبعا بدايه ظهور الحركات الاسلاميه ما كانت من افغانستان. الحركات الاسلاميه كلياتها الراديكاليه اللي موجوده بكل اصنافها واشكالها ظهرت بعد سقوط الدوله العثمانيه. يعني جميع الحركات الإسلامية خرجت وقتها لإعادة الخلافة الإسلامية، وحصلت كتير ثورات عندما سقط السلطان عبد الحميد، ومحاولة إعادة الدولة ليس العثمانية، الخلافة الإسلامية، ومن بينها أيضا الحركات التحرر الكردية اللي حصلت وقامت على الكمالية، مثل ثورة الشيخ سعيد آنذاك. أيضا الصوت هيك أعلى، هلا صار أعلى صوت، عم يقولوا لي صوت باطي شوي. الصوت أفضل هيك أعتقد. فأغلب الحركات الإسلامية اللي قامت كانت تحاول إعادة الخلافة الإسلامية، وظهرت بداية الأفكار الإسلامية في مصر عن طريق حركة إخوان المسلمين والحركات الإسلامية اللي قبلها أيضا اللي موجودة. طبعا ظهور هذه الحركات تلقفها الغرب بشكل سريع جدا، وبدأوا بتبنيها. وشفتوا أنتم قيادة إخوان المسلمين أغلبيتها موجودة في الدول الغربية، سواء كانت في بريطانيا ولا فرنسا ولا الدول الأوروبية كلياتها. والحركات الراديكالية اللي تابعة للسلفية الجهادية هي خرجت في أفغانستان، وبدأ دعمها بشكل كبير جدا في أفغانستان بوقتها، لحتى تستثمر فيها الدول الغربية، واستثمرت فيها كتير
طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أين استثمروا في الحركات الإسلامية أو الحركات الراديكالية اللي إجت؟ استخدموها ضد الاتحاد السوفيتي وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، مثل الشيشان، استخدموها في البوسنة والهرسك، استخدموها في ألبانيا وعديد من الدول ذات الطابع الإسلامي اللي كانت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، مثل داغستان وغيرها وغيرها أيضا من الدول. وهذا أعتقد أنه كلياتكم في جزء من المعلومات عن هذا الموضوع. وشفنا إحنا كيف تم دعمهم في ألبانيا والبوسنة والهرسك، ومن بعدها أقليم كوسوفو اللي وقف الغرب كلياته مع أقليم كوسوفو، مع أنه اللي كان يحارب الصرف فيها كانوا كلها تنظيمات إسلامية راديكالية. أنتم تعرفوا، تذكروا أبو خطاب وغيره وغيره اللي كله نقلوهم من أفغانستان إلى البوسنة والهرسك اللي حاربوا فيها الصرب، وبعدين انتقلوا إلى كوسوفو واستمر الحرب. هلا هون نحن ما بدنا نحكي مين الخطأ ومين الصح ومين القوي ومين الضعيف ومين اللي معاه حق ومين اللي ما معاه حق، هذا أمر مختلف تماما. احنا بنتحدث هنا فيه عن السياسة اللي بيتبعوها من ذاك الوقت إلى وقتنا الحالي. طبعا من بعدها انتقل التنظيم إلى وين؟ إلى العراق، وبدأ النشاط في العراق وبدأ النشاط في اليمن أيضا، إلى أن استطاعوا كسر التنظيم من عن طريق الحوثيين في اليمن. كسر التنظيم عن طريق الحوثيين في اليمن، والولايات المتحدة الأمريكية أساسا هي كانت تقصف تنظيم القاعدة اللي موجود في اليمن في الجبال وفي الوديان اللي كانت موجودة آنذاك، وساعدت عبد الملك الحوثي بأنه ينتصر على الجهاديين الموجودين في اليمن بوقتها. انتقل الجهاديين بعد اليمن إلى العراق، ومنهم الآن إلى سوريا. وشايفين أنتم التطور اللي حصل في سوريا، يعني رجعوا استخدموا الجهاديين مرة أخرى ضد الروس، رجعوا استخدموا الجهاديين مرة أخرى ضد الروس في سوريا، واستخدموهم أيضا في العراق. وشفنا احنا التنظيمات اللي ظهرت في العراق بكل مسمياتها، دولة العراق والشام، دولة العراق قبلها، دولة الرافدين، كان اسمها وتسميات عديدة جدا من أيام أبو مصعب الزرقاوي اللي هو كان تابع لتنظيم القاعدة، وكان ينشط في العراق، وهو من أصل فلسطيني. إذن كل الجهاديين خرجوا من أفغانستان وتبعثروا في الدول الإسلامية، وبدأوا بتشكيل تنظيمات فيها لتنفيذ مخططات المطلوبة منها. هلأ السؤال، وأنا طرحته قبل الآن أيضا، في سوريا أيضا نفس المسألة تماما، لأنه هم الأدوات اللي بيرسموا فيها المنطقة بشكل كامل. طبعا التنظيمات الراديكالية اللي موجودة في سوريا سلموها الحكم في سوريا، وكانوا قادرين بكل بساطة أنه يسلموا تنظيمات أخرى أو قوى معارضة ليست راديكالية. احنا كان عندنا مثلا مع اختلافنا معهم الائتلاف السوري اللي كان بالبداية يضم مسيحيين ويضم علويين ويضم كرد اللي هو أناكسي وغيره وغيره، وكان شكل جاهز بحيث أنه ينتقل من سوريا ويستلم بدل بشار الأسد بكل بساطة. وكان في جيش وطني ما هيئته تركيا أيضا، لكن الغرب ما قبل، ما بدهم حكومة تجي محسوبة على نوع ما ليبرالية أو ديمقراطية أو حتى تكنوقراط. فتم تسليم سوريا لهذا التنظيم اللي هو تابع لتنظيم القاعدة الراديكالي. طبعا هنا شو اللي صار؟ أعطوا فرصة لهذا التنظيم لمدة تقريبا 14 عام، أعطوا فرصة لهذا التنظيم. هلا بده يجي واحد متفلسف متفسلك
وبدي يقول لي هم حركوهم إلى شرق الفرات وعملوا حروب وكذا وهاي ليش ما خلوهم ينجحوا يسيطروا على سوريا كليتها. أساسا الهدف كان أنه يسيطروا على سوريا كلياتها من منطقة شرق الفرات، ويجي تمويل بمناطق النفط والثروات الباطنية اللي موجودة، وكان الهدف أنه يسيطر على كركوك. لكن حكيت عن هذا الموضوع أنه الكرد كانوا وصعب جدا أنه يستطيعون يكسرون الكرد، فتوجه التحالف الدولي إلى دعم الكرد وقتها. وهذا ما هو موضوعنا نهائيا، هذا ما هو موضوعنا حتى توجيههم إلى الكرد وقتال الكرد هو كان تدريب، وكسرهم كان هو تدريب، لأنه القوى الدولية تتعامل مع هاي القوات مو شرط مين يكون القائد تبعها. يعني فترة كان أبو مصعب الزرقاوي، راح أبو مصعب الزرقاوي إجا أبو بكر البغدادي، حتى هم تخلصوا من أبو بكر البغدادي اللي أعطى أحداثياته أساسا مين؟ أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني، اللي قدم أوراق اعتماده للدول الغربية وقام بتسليم تقريبا أحداثيات كل القادة الراديكاليين إلى التحالف الدولي، وتم التخلص منهم. يعني أنتم تعرفوا أبو ماريا القحطاني بشكل آخر انقتل أيضا. أغلب القادة قام أبو محمد الجولاني بالتخلص منهم، لأنه هو اختير أنه يكون هو القائد للمرحلة القادمة لتنظيم القاعدة بشكل جديد ولباس جديد. طبعا أعطوهم فرصة أيضا مثل ما قلنا لكم سنوات طويلة جدا في إدلب، وجمعوا 6 مليون من السوريين في تلك المنطقة النائية الصغيرة جدا. 6 مليون هدول اللي كانوا موجودين في تلك المنطقة ربوهم تربية راديكالية إلى أبعد الحدود، وفتحوا فيها مدارس شرعية ومدارس لتحفيظ القرآن، طبعا هاي غطاء لكله دائما هذا. وعملوا من 6 مليون هؤلاء اللي موجودين كانوا في تلك المنطقة الصغيرة كلياتهم قادة لتنظيم راديكالي. وبعد ما انتهوا واعطوهم كل المدة هاي بالتدريب والتعليم ونشر الأفكار الراديكالية وزرعها في عقول هاي الناس، اجوا سلموهم سوريا بالكامل لحتى ينتشر وتنفجر القنبلة في سوريا كلياتها من شمالها إلى جنوبها إلى كذا، وينتشر هذا الفكر اللي هم بدهم إياه ينتشر لحتى يسهل تقسيم سوريا. طيب شو الهدف من هذا كلياته؟ هنا السؤال الذي يطرح نفسه، شو الهدف من هذا كلياته؟ هل سيتوقف هذا كله على الحدود السورية ويكون فقط ضمن سوريا وتتحول سوريا إلى حكومة راديكالية تابعة لتنظيم القاعدة أو تحمل فكر التنظيمات الجهادية؟ لا طبعا. هذا الفكر مهمته ستنتهي في سوريا، يعني سيتم القضاء عليه في سوريا، لكن سينتشر إلى الدول المجاورة كلها وعلى رأسهم مصر، الأردن والدول الأخرى اللي راح يمشي فيها مشاريع التقسيم. يعني طيب مثال، وين مثلا؟ مصر. نعم طبعا مصر بعطيكم إياه كمثال، موقع اتفاقية مع إسرائيل، اتفاقية كامب ديفيد. واتفاقية كامب ديفيد أنا شرحت لكم إياها أنه تحصل مصر فيها 2.4 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية راح تشوفوه بالفترة القادمة راح توقف تلك المساعدات على مصر، لأنه جاء ترامب بسياسة التقشف، عم بيتقشف بوزارة الخارجية، عم بيتقشف بالأمم المتحدة، عم يتقشف بالمنظمات الدولية، وعم يسحب حاله وعم بيحاول ما تدفع الولايات المتحدة الأمريكية مبالغ. فرح تكون الحجة انه سياسة ترامب الجديدة انه ما بقى بدها تدفع مصاري. لا يوجد بند في اتفاقية كامب ديفيد
يسمح لأي طرف من الأطراف الموقع عليه بالانسحاب إلا في حالة واحدة، اللي هي عدم دفع المستحقات. يعني مصر الآن كل سنة تأخذ 2.5 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا توقفت الولايات المتحدة الأمريكية من دفع هذا المبلغ تعتبر الاتفاقية لاغية. تعتبر الاتفاقية في هذه الحالة لاغية. اللي بده يصير أن الولايات المتحدة الأمريكية رح توقف هاي. شو بده يصير وقتها؟ تعتبر الاتفاقية لاغية. طيب شو اللي رح يصير في هذا الموضوع؟ رح تدخل التنظيمات الراديكالية إلى مصر، هاي نفسها اللي موجودة الآن في سوريا، رح تنتقل إلى مصر ورح تنتقل إلى أردن، وعلى منطقة سيناء رح تزيد من نشاطها. هنا يعطي ذريعة لمن؟ مثل ما حصل الآن في جنوب سوريا وغزة وغيرها، رح يعطي ذريعة لإسرائيل أنه تدخل وتأخذ مناطق سيناء كلياتها اللي خسرتها باتفاقية كامب ديفيد. وهذا ما يحصل في الأردن أيضا تماما. والمخطط كلياته أنه هذا التنظيم اللي موجود في سوريا أنه ينتقل إلى الدول الجوار، وينتقل إلى الدول اللي حوالي سوريا كلياتها، من العراق إلى الأردن إلى مصر إلى شمال أفريقيا. وهذا كله مهم جدا، وخصوصا الجزائر. الجزائر دولة مستهدفة بشكل كبير جدا، وبدأت تنظيم القاعدة الآن تنظيم نفسه في مناطق القبائل. طيب خلونا نذكر شيء أيضا. بعد ما سقط تنظيم القاعدة في العراق وقتلوا أبو مصعب الزرقاوي، أكثر القادة تبعيتهم وين راحوا؟ طبعا تنظيم القاعدة في العراق وين راحوا؟ حدا يتذكر؟ برافو مامو، ذهبوا إلى وسط أفريقيا. بدأ النشاط الآن تبعهم أيضا في إفريقيا. طيب شو اللي صار؟ طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا الانسحاب من دول عديدة جدا حصر فيها، وغضت النظر عن دول كان بده يصير فيها انقلاب، والمخابرات الأمريكية كانت تعلم أن الدول هاي بدها يصير فيها انقلاب. طلبت من فرنسا الانسحاب من الدول هاي كليتها لتهيئة الوضع لحتى تقوم بتقسيم شمال أفريقيا بالذات، وأفريقيا نفسها أيضا. فالدول اللي انسحبت من فرنسا هي كينيا، مالي، بوركينا فاسو والنيجر. طبعا هاي الدول بدأ تنظيم القاعدة فيها بالنشاط بشكل كبير أيضا. الدول هاي بعد ما انسحبت فرنسا منا، وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان لها قواعد في هذه الدول لمراقبة تنظيم القاعدة، فانسحبت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من هاي الدول، وبدأ نشاط تنظيم القاعدة من نيجيريا إلى وسط أفريقيا. شوفوا في فرق بين نيجيريا والنيجر. طبعا أكبر منظمة في نيجيريا هي منظمة بوكو حرام، وفي اللي تابعة لتنظيم القاعدة. طبعا الأسماء تتبدل، لكن هي كليتها أفكار تنظيم القاعدة. وعندك منظمة الشباب الجهادي اللي موجودة في الصومال، وهؤلاء انتقلوا بعد ما انتقلوا من العراق القادة إلى نيجيريا، انتقلوا كلياتهم الآن إلى وين؟ إلى بوركينا فاسو وإلى النيجر، والدول هاي كلياتها كينيا، وهاي الدول كلياتها. فإحنا راح نشوف بالمرحلة القادمة بعد فترة انفجار الأوضاع بالدول هاي كلياتها، وراح تنتقل أيضا بعد ما سوريا ينتهي من هذا الموضوع يقومون بمحاربة سوريا. الدول راح تنشأ تحالف. اليوم شفنا البنتاغون شو صرح، راح يصير في تحالف جديد ضد القوى الراديكالية اللي موجودة في سوريا، ويتم إنهائها في سوريا. لكن
هدول اللي موجودين الراديكاليين اللي موجودين فيها سيتم نقلهم وينتقلون إلى دول أخرى، وتبدأ الدول هذيك بالنشاط فيها على مدى زمني معين، وبعدين تبدأ بالعمل مرة أخرى. وهذا هو المخطط الماشي على المنطقة كلها. طبعا الخطورة على كل الدول العربية اللي موجودة، الخطورة هي على كل الدول العربية اللي موجودة، وعلى رأسهم طبعا مثل ما قلنا لكم مصر، العراق، والأردن، لأنه يعني المخططات اللي راح تمشي على هاي الدول أولا قبل كله، طبعا سوريا قبل الكل. وهذا هو مخطط لحتى يعطوا ذريعة للتقسيم. انتم شايفين شو عم بيصير بيجي جنوب سوريا الآن ومع الأخوة الدروز وكذا، وهاي هذا كله ما إنه جاي من عبث، لا، بدهم يعملوا كراهية عالية جدا بسبب هاي التنظيمات الإرهابية اللي جاية تقضي على كل الأقليات الموجودة، فتضطر الأقليات إلى التحشد مع بعضها البعض وإنشاء كيانات وتحافظ على نفسها بمساعدة دول تكون حليفة لها، يعني مثل الدروز اللي موجودين هلا راح نشوف درعا والقنيطرة والسويداء. درعا والقنيطرة والسويداء راح تكون هاي أول المحافظات اللي راح تنكمش على بعضها البعض بتحالف إسرائيلي، وراح تكون المعركة الحاسمة مو بالمحافظات هاي، وين راح تكون المعركة الحاسمة؟ مين يقدر يكتب لنا؟ المعركة الحاسمة راح تكون في حمص، حمص حصرا. ستنتقل المعركة الراديكالية وما بينها وما بين التحالف الدولي وإسرائيل كلياته إلى حمص. حمص مقبلة على الانفجار، والآن حمص بالأساس قابلة في أي لحظة أنها تنفجر. حمص الآن فيها أحياء مختلطة، علوية وسنة وشيعة وكذا، وكله قنبلة موقوتة في أي لحظة ممكن أنها تنفجر. وحمص هي مركز توزيع، حمص هي مركز توزيع معابر الطاقة في العالم كله. فمن هيك راح تكون حمص هي محور الصراع القادم، وهي حقيقة راح تشوفوها قريبا أيضا. ومن حمص الخط المستقيم اللي راح يقوده إلى اللاذقية. من حمص قاعدة التنف، الخط المستقيم اللي راح يمتد إلى اللاذقية، وراح يقسم سوريا إلى قسمين، راح يقسم سوريا إلى قسمين، وبعدين تتقسم الأقسام الثانية إلى الأجزاء اللي هم راسمينها. يعني عندك أنت من قاعدة التنف إلى نقطة اللاذقية، وعندك أنت من الخط الساحلي اللي سميناه نحن الخط الأيسر اللي راح يكون حتى نهر الفرات، وعندك الداخل اللي راح ينقسم فيه الجنوب من فوق، الجنوب هذا لحاله، وخط الساحل اللي راح يكون لحاله. يعني وصلنا بالتخطيط هذا اللي كانوا بيفكروا فيه إلى 5 أجزاء اللي راح تحصل فيها كل المنطقة هاي. طبعا هلا السؤال الذي يطرح نفسه وهم مهم للغاية، بده يسألني شو وضع تركيا؟ شو وضع تركيا من المعادلة هاي كلياتها؟ طبعا هو الصراع انه الاتراك وقعوا بالفخ. شلون وقعوا بالفخ؟ الاتراك كانوا يظنون انه قادرين انه يرجعوا الدولة العثمانية او الاتفاق الملي عن طريق التنظيمات الراديكالية، فعولوا على التنظيمات الراديكالية فعولوا على التنظيمات الراديكالية بأنه يطبق المشروع الملي.
لكن الغرب دار الدفة من التنظيمات الراديكالية لمشاريع أخرى. هلا بعطيكم شلون. يعني في كتير من الناس بتسألني إنه أنت شلون عرفت إنه تركيا بدها تتقسم لا محالة، وليش عطيت سنة ونص؟ حابين تعرفوا هذا الشيء؟ طيب، تركيا كانت دولة نوعا ما ديمقراطية، صح ولا لا؟ تنافس فيها أحزاب دائما على الحكم وانتخابات وأمور وكذا، إلى أن جاء أردوغان. أردوغان سحب كل السلطات وحطها في شخصه. يعني المحكمة، المحاكم، الأمور، الاقتصاد، البنك المركزي، حول الدستور من دستور برلماني إلى دستور رئاسي، حط كل السلطات. هل في حدا يشك معي الآن بالوضع اللي نحن فيه إنه أردوغان هو صمام أمان تركيا؟ ما في شخصية تانية قادرة إنه تقود غير أردوغان، ما في منافس له، صح ولا لا؟ طيب سؤال، لو شلت أردوغان واختفى الآن لأي سبب من الأسباب، شو راح يصير بتركيا؟ احنا بنعرف انه الرئيس الأوحد والقائد الأوحد وكل شيء بإيده وكذا وهاي الأمور. لو نفترض انه هلا انشال لأي سبب من الأسباب، شو بده يصير بتركيا؟ طيب، سؤال الذي يطرح نفسه، ايش قد عمر أردوغان؟ ايش قد راح يستمر؟ ايش قد راح يستمر؟ ايش قد عمره هو؟ وهل هو، لأنه هدول اللي بيفكروا بالطريقة هاي إنه هم باقين للأبد، ما بيفكروا إنه 80 سنة. طيب يا ترى لنفترض بعد سنة أو سنتين، 72 75 76 اللي بيكتب، المهم إذا حصل أي شيء له، شو بده يصير بوضع تركيا بالوضع اللي فيه؟ وبدر الدستور وخرب الاقتصاد وحط كل السلطات بإيده، وفجأة لسبب من الأسباب اختفى. مرض، موت، أي شيء. شو بده يصير بهذا الموضوع؟ تركيا بدها تنفجر. بدها تنفجر ما بين الأحزاب المعارضة الموجودة فيها والقوميين والأحزاب الأخرى والإسلاميين اللي أساسا ربوهم بداخلها، صح ولا لا؟ شقد في حركات إسلامية تم دعمها وإنشائها في تركيا وهي كامنة الآن كله. طيب هذا مو بده يتحرك كله؟ إذا أردوغان اختفى، شو اللي بده يصير على اللي بده يصير في تركيا؟ هذا سيؤدي إلى دمار تركيا وتقسيمها لا محالة. وهي مهمة أردوغان بالأساس، وسيتم تقسيم تركيا. سيتم تقسيم تركيا من هون النقطة هاي. تفعيل الحركات الإسلامية اللي موجودة داخل تركيا بعد اختفاء أردوغان من المشهد السياسي، راح يصير الصراع ما بين الإسلاميين والعلمانيين ويرتفع بشكل كبير جدا، وما في الشخصية القوية اللي قادرة أنه تضبط تركيا كلياتها. ما هو أقصى كلهم، كل المعارضين أقصاهم أردوغان، اللي دخلوا السجن واللي عمل له ملفات فضايح واللي عمل وهو سيطر على كل شيء. ليش؟ لحتى، وهذا هو الدور المطلوب منه، لحتى إذا خرج من السلطة تتقسم تركيا. وهي مهمة أردوغان. أنا كنت بدعي له السنوات اللي فاتت دائما، وكنتوا تقولوا لي ليش وكذا وهي، إنه لحتى يكمل المشروع، لأنه الحركات الإسلامية اللي موجودة فيها لسه ما نضجت، ما أخذت دورها، لسه أردوغان ما كمل شغله اللي لازم يكمله، وبعدين يتوكل على الله ويروح بأي سبب، مو مشكلة. يعني هل موت، مرض، اختفاء، اعتزال، انسحاب، شو ما كان،
حتى مثلا عدم ترشح بسبب الدستور، أي شيء يؤدي إلى خروجه وإبعاده من المشهد السياسي. وإحنا بنعرف مثل ما قلنا لكم عمره أصبح الآن شقد بده يعيش. أنا الواحد من الناس كنت أقول لكم هاكان فيدان سيكون البديل، بس هاكان فيدان لن يقبل فيه في تركيا، ما بيقبل فيه. تم تحطيمه حتى هو بالملفات الفساد اللي ممسوكة عليه. طبعا المخابرات الغربية لعبت دور كبير جدا مع المافيا الموجودة. قضية الكاسيتات واللي صار فيها صراع في هولندا، وانتقل الصراع إلى باريس ما بين المافيا التركية اللي كانت ماسكة ما يقارب ال 95 سي دي أو تسجيل على كل السياسيين الموجودين في تركيا إلا 5 بس. استطاع الميت التركي الحصول على كل التسجيلات إلا 5 تسجيلات وقعت في يد المخابرات الأمريكية CIA، وانتقلت إلى الموساد الإسرائيلي أيضا. وبعتقد أنه كثير منكم سمع بهاي القصة. 5 أشرطة اللي ما قدر المخابرات التركية الحصول عليها، وتسربت وذهبت، ما تسربت بس حطت إيد المخابرات الأمريكية عليها. يعني الأمريكيين والإسرائيليين كل الحكومة التركية الآن بإيدها، كل الحكومة التركية بإيدها. في أي وقت بدها تطلع هاي الأمور راح تطلعها، لكن من أمريكان هم المحافظين على أردوغان. الأمريكان والإسرائيليين هم المحافظين على أردوغان على فكرة، مشان تعرفوا، وهم اللي حاربوا كل المافيات للحصول على الكاسيتات هاي وحطوها بإيدهم وما بدهم يطلعوها الآن. فالسبب بقاء أردوغان والحكومة الحالية الموجودة في الحكومة التركية الآن هو الغرب، هو اللي محافظ عليهم. ولو أرادوا يدمروه قادرين يدمروه بكل سهولة، بس هم اللي محافظين عليه لأنه عنده مهمة لازم يكملها. عنده مهمة لازم يكملها، وعندما ينتهي من مهمته وقتها إذا كملها على أكمل وجه وخلص، خلاص ما بيطلعوها. خلى كمل مهمته وراح وتوكل على الله، يا مات يا راح يا اعتزل يا انشل يا أي شغلة، هذا أمر آخر. أما ما يكملها راح يعاقبوه فيها. فهمتوا شلون المسألة صعبة كتير تفكيريا؟ نعم، بدك تكمله بهذا الأسلوب. ما بيحق لك تعمل إصلاحات كتير، وما بيحق لك تعمل إصلاحات اقتصادية أيضا، وما بيحق لك أنك ترجع للديمقراطية، واللي بدك تمشي بهذا الشكل اللي احنا راسمينه إلك من دون ما يصرحوا للعالم أبدا. فهمتوا علي ولا أعيد مرة تانية؟ مهمة السيديات مو أنه يفضحوا أردوغان، لا، المحافظة عليه وبقائه في السلطة لتنفيذ مشاريعهم. وعدم الهروب. شلون يعني الهروب؟ يعني الهروب من تنفيذ المشاريع اللي بدهم إياه منه. يعني أنت تبقى في السلطة، ممنوع الديمقراطية تعمل، ممنوع التقارب، ممنوع تعمل إصلاحات اقتصادية، ممنوع تعمل كذا، ممنوع تعمل كذا، تمشي مثل بالخط اللي إحنا طالبينه منك.
غير هيك ما في أبدا نهائيا. وهذا بده يكمل المهمة إلى فترة معينة، وبعدين بده يصير الانفجار اللي بدهم إياه. طبعا هاي الحركات الإسلامية اللي هي موجودة في تركيا هي قنابل أيضا حتى تتفجر فيها تركيا في المستقبل. يعني هلا نحن شقد في تنظيمات إسلامية موجودة في تركيا، والدواعش شقد اشتغلوا في تركيا في قلبها، حتى معسكراتهم ومعسكرات تدريس الفكر تبع القاعدة وكلياته، مئات الآلاف، مئات الآلاف اللي موجودين من الأتراك حاليا، اللي كلياته يحمل فكر تنظيم القاعدة. هلأ ليش سنة ونص عم بيقول لي الأخ؟ لأنه بعد السنة ونص تصبح الأمور، يعني أنا بعد ما قرأت الدستور التركي لا يحق للرئيس أردوغان عفوا ترشيح نفسه مرة ثانية إلا في حال طلب البرلمان انتخابات مبكرة. ولما سنة ونص ثانية بيروح أو سنة وثلاث أربعة أشهر ثانية بيروح، بيصير في أزمة، لأنه بده يقارع الوقت وقتها، لأنه بيصير المرحلة الدورة الانتخابية تبعيته مغلقة وصعب جدا. وإذا ما اتفق لسنة ونص مع الأحزاب اللي موجودة على تعديل الدستور وأنه يرشح نفسه لدورة انتخابية جديدة، وقتها رح تصير الكارثة. مضطر أنه يتنازل أكبر التنازلات الممكنة للكرد ولغيرهم لحتى يستطيع أن يعدل الدستور. إذا ما عدل الدستور يعني نهاية تركيا، ولن يستطيع تعديل الدستور. ليش؟ لأنه راح يكون هو في مأزق. من يومين ثلاثة طلع حزب بخشلي، شو قال؟ قال إنه لن نسمح بانتخابات مبكرة في تركيا. يعني حزب القوميين اللي هو يدار من بريطانيا، على فكرة مشان تعرفوا، حزب القوميين اللي يدار من بريطانيا يؤكد لأردوغان إنه ما في انتخابات مبكرة، وأنت بدك تقعد الفترة هاي اللي جاية تبعيتك بس، وبعدين تتوكل على الله وتمشي. إذن كان عندنا سنة ونص، هلا السنة ونص تقللت، سنة ونص صارت أقل المدة. عليه خلال هاي المدة بتعديل الدستور بشكل سريع جدا لحتى يستطيع أنه يترشح للانتخابات القادمة. ترشح الدستور يتطلب 72% من أعضاء البرلمان لحتى يمرق إلى استفتاء داخل تركيا. القانون التركي، الدستور التركي بيقول أي تعديل دستوري يحتاج إلى موافقة 72% من أعضاء البرلمان. 72% من أعضاء البرلمان يعني يحتاج إلى حزب دم بارتي، ويحتاج أيضا إلى جهبة. من دون هدول الاثنين ما بيحقق نصاب ال 72% في البرلمان التركي. فهمتوا وين المعضلة؟ لازم يحقق 72% لحتى يقدر يغير الدستور. طيب الأحزاب هاي إذا ما وافقت شو بده يصير؟ بده يضطر يقدم تنازلات للأحزاب هاي كلياتها. وليش أنا كنت أقول إذا من هون لسنة، سنة ونص استحملتوا وما قدمتوا تنازلات بشكل سريع، كل ما راحت الفترة راح يقدم لكم أكثر. اليوم بثمن غالي، بكرة راح يكون ببلاش. تتذكروا هذا الكلام اللي كنت أقوله. لهذا السبب ليش بتشوفوا دم بارتي حاليا بعض البرلمانيين اللي موجودين فيه بيركضوا لحتى يعملوا حل، لأنه طالب منهم أردوغان، هدول عملاء أردوغان، إنه بشهرين لازم تنحل القضية الكردية، لازم تخلص كله وكذا. وهاي ليش هالوقت هذا؟ ليش الركض هذا كله؟ هدول لأنه عملاء أردوغان، قسم منهم، وأنا ما بقول فيها كله، وحابين يحلوا القضية بأقل الخسائر لتركيا لحتى يتعدل للدستور.
فهمتوا شلون المسألة هاي؟ الركض والتهافت اللي كان قبل شهر كانوا يقولوا من هون لشهرين لازم تنحل القضية الكردية ولازم كذا ولازم يتعدل، وكان بعض أعضاء دم بارتي اللي مستعجلين أكثر من أردوغان نفسه. فهذا هو السبب اللي العجلة اللي خلال شهرين لازم تنحل القضية الكردية كلياتها في تركيا. طبعا حكينا انه كل الاحزاب المعارضة لاردوغان كلياتها استطاع اردوغان تفكيكها بقضايا فساد، قضايا مالية ومناصب، واشتراها كلياتها وقضى على كل المعارضين اللي موجودين وحتى اللي قريبين منه. حتى بتتذكروا انتم عبد الله جول واحمد اوغلو وغيره وغيره وكل الشخصيات اللي كانت موجودة، وبعدين راح على أحزاب المعارضة ولعب بأحزاب المعارضة نفسها وقدم شخصيات على شخصيات أخرى مثل شخصية كليشدار أوغلو، شخصية ضعيفة الهزيلة اللي ورط الأعضاء الآخرين في المعارضة أيضا بقضايا فساد وخلاهم يبعدوا أساسا عن منافسته، واللي ما قدر له بقضايا فساد وهي حطوه بالسجن مثل صلاح الدين دمرتاش، حطهم بالسجن وكذا بقضايا أخرى متعلقة بالإرهاب، ولفق لهم قضايا عديدة جدا. فلذلك انتم بتشوف انه العجله من هؤلاء اللي بدهم يحلوا القضيه الكرديه خلال شهرين وبسرعه وكذا، وهاي كلياتهم اساسا مشتريهم اردوغان، وهي حقيقه. كل هدول مشتريهم اردوغان، حتى بعض اعضاء، هنا بعض بين قوسين مشان تعرفوا انا ما بتهم كلهم، بعض اعضاء او بعض البرلمانيين الموجودين في دم بارتي مثل ما استطاع اردوغان ان يشتري كثير من اعضاء جهبه واعضاء القوميين ايضا، واللي ما قدروا له زجوا في السجون، استطاع ايضا ويستطيع بكل سهوله شراء بعض الذمم في البرلمانيين الموجودين في دم بارتي. لذلك بتشوف هدول الاعضاء اللي بايعين نفسهم اكثر الناس اللي تبحث عن الحلول سريعه، شو ما كان لك حقوق ثقافيه، اي شيء اي شيء اي شيء، خلال شهرين نخلص من هذا الموضوع ونخلي اردوغان يستطيع ان يعدل الدستور، وهي الخطه كلياتها. طبعا بالفترات القادمه سنقوم بشرح كل شيء حكيناه اليوم بالتفاصيل دقيقه اكثر واكثر مع الوقت، خصوصا مساله تنظيم القاعده وتهيئته في سوريا لينطلق إلى الدول المجاورة، والخطط اللي راح تصير بتقسيم تلك الدول كلها، على رأسها مصر وشمال أفريقيا والأردن وأيضا العراق، واللي راح تسبقهم جميعهم في الفترة القادمة سوريا بالتقسيم، اللي راح تسبق كل الدول سوريا، وراح نشوف شوي شوي تتبدل الخريطة. طبعا احنا اليوم شفنا تصريحات البنتاغون انه 90 يوم بده يعدل، بده كذا، لن ينجح في تعديل أي شيء وما يقدر يسوي أي شيء، وسيضطر إما التحالف مع، راح يقول آخر شيء الشرع، يا جماعة أنا ما بقدر على المقاتلين الأجانب اللي أنتم بتطلبوا مني إني أخلص عليهم، أنا ما عندي سلاح، ما عندي قوة، ما عندي كذا. فراح يجي بيتحالف مع الدول الغربية، وهو مهمته يتحالف مع الدول الغربية ومع شرق الفرات ومع قسم من مقاتلينه، وبيبلش يعطي أحداثيات المقاتلين الأجانب لإسرائيل ودول التحالف، وتبدأ التصفيات فيهم. هذا اللي راح يصير، لا يوجد شيء آخر يعني في الأفق يلوح إلا بالطريقة هاي، تخلص من المقاتلين الأجانب. فيضطر المقاتلين الأجانب قسم منهم مغادرة سوريا، لوين؟ للدول اللي حكيت لكم عليها، لحتى يبلش المشاريع التقسيمية هناك في الدول الثانية. خلونا ناخذ شوي استراحة، أنا صار لي أكثر من ساعة ونص عم بحكي فيها،
شوية استراحة ونرجع لكم مرة ثانية. في فيديو لأسير بدوي، خلينا نسمع شو عم يقول. جمهورية العو. نوي يا خوات، حي الشباب، يلا حياة الكل، يلا حياة الكل. وخاصة مجال عيشة نادي الألم، يلا حي الشباب. خاصة مجال عيشة نادي الألم. صباط على راسك وراسك خلفوك يا قوات. يا قوات. قوات عم تصور؟ نوي يا قوات، حي الشباب، يلا حياة الكل، يلا حياة الكل. وخاصة مجال عيشة نادي الألم، يلا حي الشباب. هذول الدروز ماسكين واحد من البدو يخلوه يعوي، طبعا لأنه طلعوها جماعة الشرع وجماعة التنظيمات الراديكالية، فبيردوا بالمثل طبيعي لما بيمسكوا حدا مثل ما خلوهم يعووا يخلوهم كمان يعووا. ما بتروح على مين عمل، هلا بدك تروح على مين بدأها، ومن حقهم كمان حلقوا الشوارب، المفروض انه انا بدالهم بحلق اللحى مع الجلد. انفجارات في الدريج جنوب دمشق. البدو يطلبون المؤازرة بعد اعترافهم بالهزيمة أمام المقاومة الدرزية. لا شوف الدروز ذبحونا، الطلق فوق راسنا، الربع طايحين بالقاع. ودنا مؤازرة، ودنا مؤازرة، ودهم مؤازرة. لا شوف الدروز ذبحونا، الطلق فوق راسنا، الربع طايحين بالقاع. ودنا مؤازرة، ودنا مؤازرة. راح تصلكم مؤازرة بس من إسرائيل. من إسرائيل راح تصلكم مؤازرة. بدهم مؤازرة، بدهم مؤازرة، راح نبعث لهم مؤازرة هلا.